أغلب شيء يعني. هذا طابع الفرح اللي بتاع العيد. جميل. القراءة اللي تقرأ يوم العيد. بعد أقول الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اسمه جهار قاء. جهار قاء. جهار باللغة الفارسية 4 أو تشوار مرات. مو بالكردية يعني. بالشوار. بالكردية بس مرقة. شوار بالكردية أبو مناطق. أي شوار. شوار أو جهار قاء. قاء سلم يعني. فعندنا دو قاء، عندنا سي قاء، عندنا جهار قاء، عندنا بنجلة. هذه كلها أنغام. فالسيقة مشهور معروف اللي هو طالع البدر علينا. طالع السيقة. الجهار قاء هي قراءة احنا بالعراق نقراها للعيد، بهجة العيد، حتى تكون تكبيرات العيد مناسبة لها وعلى نفس النغمة. هسه نضرب مثال على سورة الرحمن مثلا. اخواننا العراقيين زين مع يوم العيد أو نبدأ بها بالعيد أو نبدأ بها بالتكبير وبعدين نبدأ بها بالقراءة بالرحمن. ممكن لا لا مو هسه تجيك هذا حتى ما نروح. هذا عجم قريب. نعم. يقولون بالمثال ان بين العجم والجهر قشر قشر بصل. نعم. فإذا تاخذ شوي عجم يروح. اذا خطر بسيط يخليك العجم. جهر قاء. وعندنا ياخذون قطعة الماهوري في العراق، هي هذه فيها طابع الحزن الجميل للعيد، تشجع بها. مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا